قيمة الأب تظهر بعمق في تلك المواقف الثلاثة، وتترك أثرا لا ينسى في القلب والذاكرة. إليك كيف تتجلى هذه القيمة في كل موقف؟ عند السفر أو الغياب عن البيت تشعر الأسرة بفراغ كبير، وكأن الركن الأهم في البيت قد اختفى. يفتقد الأبناء الأمان والطمأنينة التي كان وجوده يمنحها. تبدأ الأم في تحمل أعباء إضافية، ويشعر الجميع بثقل المسؤولية التي كان الأب يخففها. عند المرض يتحول الأب من مصدر القوة إلى من يحتاج الرعاية، فتدرك الأسرة مدى ضعفه الإنساني. يشعر الأبناء بالحزن والقلق، ويكتشفون كم كان صموده وصبره يخفي الكثير من الألم. يصبح حضوره حتى وهو مريض دافعا للعطاء والاهتمام، ويزداد التقدير له. عند الوفاة يغيب الجسد، لكن الحضور الروحي يبقى في كل زاوية من البيت وكل ذكرى. تنهار الأعمدة التي كانت تسند الأسرى، ويبدأ الجميع في إدراك حجم التضحية التي قدمها. تشتد الحاجة لنصائحه، لحنانه، لصوته، وتصبح الذكريات كنزا لا يقدر بثمن. مع تحيات أبو بشير.